هذه المرثية من بدع أبو علي محسن عبد الله المصري بعد وفاة والدتها المغفور لها بإذن الله تعالى أم محمد رحمها الله تعالى وأسكنها فسيح جناته، كما هي رثاء لأخوانه وجميع الأهل، ويليه جواب أخيه أبو حسن محمد عبد الله المصري. أداء الشاعر أبو ناصر المصري. باسمك يا كريم يا عظيم يا طب الفؤاد السقيم، أبدع حرفي المستقيم بدع القافية والقصيد، يا عالم بما في الغيوب يا غفر جميع الذنوب، يا ستر لكل العيوب سترك يا الحميد المجيد، يا خالق جميع البشر والطير والشجر والحجر، ما حد فوق أمرك أمر تفعل كل ما انت تريد. محسن قال يا حسرتي بعد الأم يا وحشتي، سالت بعدها دمعتي والعقل أصبح اليوم شريد، يوم السبت جاءني اتصال ضاع الفكر به والخيال، والقلب الطاعة لا وصال مثله واليوم الوعيد، بالهاتف سمعت البكاء بالبيت والصياح والحكاء، ومحمد علي شكا قال لي ماتت أمي أكيد. قالوا ماتت الوالدة دي نفسي لها فاقدة، نبض القلب والزايدة واصبح بعد أمي وحيد، سالت بالعيون الدموع والنيران تحت الضلوع، ذاب القلب ذوب الشموع من نار الحزن والوقيد، ماتت أمنا الغالية بعد الأب متالية، في كان الحياة حالية فيهم كان قلبي سعيد. يوم العيد زاد الحزن عند الأهل وزاد الشجن، فضلنا ثياب الكفن أحسن من لباس الجديد، ضاقت أرضنا الواسعة يوم العيد والفاجعة، نفس الحزن والواجعة كنا العيد ما هو شعيد، يالله يا عظيم الصفات احفظ أخوتي والخوات، والعم احفظه بالحياة هو رجال نشمي وجيد. يا حسان يا رزحنا ردد عظم الله اجرنا، نحمد كلنا ربنا في هذا المصاب الشديد، يا رب ارحم أمي وبي واجمعهم بحوض النبي، بالجنة مع اليثربي المختار سيد العبيد، والختم الصلاة والسلام بدع القافية والختام على المختار سيد الأنام، بالساعة صلاتي تزيد.